دي بقى أسرع وأضمن طريقة بصل هتعمليها في حياتك. هاتي 4 لتر مية، حطيهم وحطي على كل لتر معلقة ملح. البصل الفترة دي البصل طالع جديد ورخيص، وحاولي قدر المستطاع تنقي البصلاية الصغيرة، ويا ريت أصغر من اللي أنا هعمله قدامكم ده دلوقتي. يعني لو أصغر من كده كمان يبقى أحسن. هننزله من غير غسيل ومن غير أي حاجة في المية دي أول ما تغلي غلوة بس معاه، يعني ياخد غلوة واحدة ونرفعها ونحط الحلة كده على جنب ونسيبها لتاني يوم. هتشوفوها بالشكل ده. بصوا هتلاقوا المية كمان لونت من قشرة البصل. هنقشرها بقى. القشرة بتتشال من الطرف كده، بس يا دوبك بنقشرها ونشطفه شطفة حلوة كويسة جدا. وتعالوا بقى اقول لكم على المحلول بتاع النقع اللي بنعمله فيه. هنجيب ده الملح الخشن او ملح رشيدي. حطيت معلقتين الكبار اللي هي المعلقه المغرفه الخشب الكبيره، وحطيت كميه هريسه شطه اختياري، حابه تحطيها حاره او بارده دي اختياري، ومعلقه كبيره حبه البركه، ونص كوبايه خل. هنقلب الكلام ده كويس جدا، وهننزل عليه بحوالي لتر ميه. ده لتر ميه بالظبط، برضو مغليه وبارده. وحطيت بس ما بانش مع الكلام ده، حطيت نص معلقه سكر. وهنغطيه بقى لمدة 8 أيام، وبعد 8 أيام نفتح منه وناكل بقى، بيبقى مقرمش ومستوي وطعمه تحفة. لو حابة تعمليه على رمضان اعمليه قبلها بأسبوع ولا حاجة، وبس كده.